بشخص أو بعلاقة أو بشيء، ولا دليل إنك ضعيف، لا أبدا يا صديقي. الحنين هو عبارة عن رحلة، عبارة عن رسالة، والرسالة اللي بتيجي لما الروح تفتكر اللي العقل حاول ينساه. يعني حاجات انت عقلك بيحاول ينساها، لكن الروح دايما بتكون متذكرة، وبتحاول دايما تكون مستوعبة الحالة اللي انت بتمر بيها. احيانا بيجيلك احساس غريب وكأن روحك رجعت لزمن تاني، لمكان، لأشخاص، ضحكة معينة، كلمة حلوة سمعتها، لحظات سعيدة قضيتها مع ناس، أشياء ربما كانت مؤلمة. ده هو الحنين. والحنين يا صديقي اوعى تفكر ان هو ضعف، ومش رجوع للماضي اطلاقا خالص. الحنين بنقول عليه الوجه الآخر للنسيان. يعني لما الروح تكون لسه محتفظة بحاجات، حتى لو العقل حاول يمسحها، لكن الروح بتبقى فاكراها، خصوصا الحاجات اللي تركت فيك بصمة، واللي كانت عايزة تأكد وجودها في حياتك، زي الدروس المؤلمة والانكسارات والألم والتعب والرحلة اللي كانت صعبة وانت في رحلة حياتك. أوقات بتفتكر حد، شخص معين أو موقف معين، مش لأننا خصوصا يعني في العلاقات الشخصية أو العاطفية أو العلاقات الاجتماعية، ممكن تفتكر حد مش لأننا عايزين نرجع له، لا أبدا، لكن لأن جزء مننا اتشكل بوجود الشخص ده، عشنا معاه فترة، قعدنا معاه مدة معينة، فساب فينا أثر. جزء من تفكيرنا كان منصب عليه، جزء من إحساسنا كان منشغل بيه، عشان كده بنقول عليه إن هو بقى جزء من تشكيل وجداننا. أوقات بنشتاق لمكان قضينا فيه أوقات حلوة، أوقات جميلة، أوقات الطفولة، أوقات الدراسة، الجامعة، الشغل، مناسبات حلوة. المشاعر ديت بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن حنين، خصوصا الذكريات اللي بيكون فيها وجع. لما انت بتفتكرها مش معناها ان روحك بتقولك ارجع للماضي، لا ابدا. الروح هنا بتقولك ده وقت تفهم المشاعر دي تجسدت في روحك ليه، وايه كان سببها، وهل كان سببها سلبي ولا كان سببها ايجابي. فانت في الوقت ده بتبتدي تدرس فيه بعض المشاعر